أهلا وسهلا في بيت العالميين. هنا نعيش شغف النصر. هنا نتابع كل خبر، كل صفقة، وكل هدف يهز الشباك ويهز القلوب. قناتنا مش بس تنقل أخبار نادينا الحبيب، إحنا نعيش الحدث، نحلله ونحس فيه. من قلب الرياض، من مدرجات مرسول بارك، نوصل لك كل جديدة عن فارس نجد لحظة بلحظة. جهز نفسك للانطلاق، لأن العالم ما يعرف المستحيل، ودايما في القمة له سبيل. خيسوس يحدد مصير ثنائي النصر في الموسم الجديد. قرار رسمي في النصر يحدد مشاركة العالمي في دوري أبطال آسيا الثاني. صفقة محلية منتظرة. الرياض يضع شرطا وحيد أمام النصر للحسم. إداري بارز يقترب من رئاسة النصر. توافق كبير من المدرج النصراوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة، المصدر الأول لأحدث أخبار الكرة السعودية من قلب الملاعب إلى كواليس الأندية. هنا نوافيكم بكل جديد عن الدوري السعودي، نجومه، صفقاته، وتحليلات لا تجدونها إلا هنا. فخليكم معنا وخلونا نبدأ جولتنا الكروية. يستمر الحديث بشأن مستقبل اللاعبين داخل قلعة نادي النصر السعودي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة قبل بداية الموسم الكروي الجديد. وحسب صحيفة الرياضية، يحدد المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس المدرب المحتمل لنادي النصر مصير الثنائي الصيلهم وسط ميدان الفريق، ومحمد مران مهاجم الفريق. الثنائي يمتلك عروض بنظام الإعارة في دوري روشن في الموسم المقبل، ولكن يفضل كل منهما انتظار خيسوس للخضوع لتقييم المدرب. ومن المنتظر أن يبدأ النصر الموسم الجديد مع خيسوس مدرب نادي الهلال السابق الذي حقق نجاحات كبيرة في الموسم قبل الماضي. وفشل النصر في الموسم الماضي في تحقيق أي ألقاب محلية أو قارية مع المدرب ستيفانو بيولي. يستمر الحديث بشأن مستقبل مشاركة نادي النصر السعودي لكرة القدم في بطولة دوري أبطال آسيا الثانية في الموسم المقبل. وحسب التقارير الأخيرة، يشارك نادي النصر السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا 2 في الموسم المقبل، حيث لن ينسحب الفريق من البطولة. العالمي وقع على استمارة المشاركة في البطولة ولن يتمكن من الانسحاب، حيث يوقع الآسيوي العقوبات على الأندية المنسحبة. وفشل النصر في المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد أن حجز كل من الأهلي، الهلال والاتحاد مقاعد المشاركة. ويتطلع النصر لإحراز الألقاب في الموسم المقبل بعد عدة مواسم مخيبة للآمال أمام الجمهور السعودي. كشف تقرير هام عن محاولات من قبل إدارة نادي النصر لشراء عقد مدافع فريق الرياض عبد الإله الخيبري، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية. ويسعى النصر إلى التعاقد مع الكثير من اللاعبين لتدعيم جميع الخطوط هجوميا ودفاعيا من أجل العودة للمنافسة على جميع الألقاب خلال الموسم المقبل. وبحسب صحيفة اليوم الرياضية، فإن إدارة نادي النصر استفسرت خلال الساعات المقبلة من نادي الرياض عن شراء عقد عبد الإله الخيبري. التقرير أفاد بأن نادي الرياض طالب بالحصول على مقابل مالي بالإضافة إلى إعارة سالم النجدي لمدة موسم واحد، وهو السبب وراء هذا الأمر في الوقت الحالي. ويبحث مسؤولو نادي النصر عن تدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة خلال الفترة الحالية، برغبة من جانب جورجي جيسوس المدير الفني للفريق لدعم الفريق خلال الموسم المقبل. كشف تقرير صحفي هام عن اقتراب رجل أعمال بارز من رئاسة نادي النصر، وذلك قبل فتح باب الترشح لانتخابات الشركة غير الربحية للقلعة الصفراء. ووفقا لصحيفة الرياضية، فإن رجل الأعمال مقرن المقرن يقترب من دخول بوابة نادي النصر من أجل السباق على لقب الرئيس 18 للنادي العاصمي. وأوضح التقرير ذاته بأن المقرن الذي يترأس حاليا الاتحاد السعودي للبادل قد وافق على خوض التجربة الجديدة في مسيرته، وبدأ بالفعل في اختيار أعضاء مجلس إدارته والأشخاص داخل الإدارة، حيث سيتم الإعلان رسميا خلال الأسبوع المقبل. ولم يوافق المقرن في بداية الأمر، لكنه اقتنع وغير مساره إلى القلعة الصفراء، حيث تناول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي اسم المقرن بشكل واسع في الأسابيع الأخيرة، وأنه الأقرب إلى تولي رئاسة النادي. ويملك المقرن شهادة في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، تخصص أعمال دولية من جامعة كاليفورنيا. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان توصلكم كل الأخبار أول بأول. كرتنا السعودية تستحق المتابعة،
وإحنا هنا عشان نقول لكم كل التفاصيل لحظة بلحظة. كان معكم المشجع النصراوة، نراكم في فيديو قادم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر في لعب دور محوري خارج المستطيل الأخضر، حيث يسعى للتأثير في استراتيجية التعاقدات الصيفية لفريقه مع التركيز على تدعيم الخط الخلفي. وكشفت تقارير صحفية عن طلب جديد من رونالدو لإدارة النصر بضرورة التعاقد مع مدافع ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة داخل المملكة العربية السعودية. رونالدو يطلب ضم مدافع ريال مدريد الإسباني، وبحسب تقرير نشره موقع فيشاجيس الإسباني، فقد طلب رونالدو من إدارة النصر التعاقد مع المدافع الألماني أنطونيو روديجر لاعب ريال مدريد، مستغلا علاقته القديمة بالنادي الملكي. وأشارت التقارير الصحفية أن روديجر الذي كان عنصرا أساسيا في دفاع ريال مدريد لم يعد يحظى بالمكانة ذاتها بعد تراجع مستواه في الموسم الماضي، خاصة بعد الهزيمة القاسية أمام باريس سان جيرمان. وذكرت التقارير الصحفية ذاتها مساء اليوم أن روديجير مع بلوغه 32 عاما بدأت إدارة الميرينجي تفكر في الاستفادة من بيعه. وطبقا للتقارير الصحفية ذاتها، فإن النصر الطامح لمواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية يبدو مستعدا لتقديم عرض مغر لجلب روديجر في صفقة قد تشهد تطورات متسارعة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع انفتاح ريال مدريد على التفاوض. وفي ختام التقارير الصحفية ذاتها، حتى الآن لم تبرم الصفقة رسميا، لكن دخول رونالدو على خط المفاوضات يضع الكثير من الضغط على الأطراف المعنية. وقد يكون روديجر أحدث الأسماء الكبيرة التي تنتقل إلى الدوري السعودي هذا الصيف. شهد مستقبل اللاعب فيصل الغامدي تطورات جديدة مع نادي الاتحاد بعد عودته من فترة احتراف قصيرة داخل الدوري البلجيكي. وينتظر اللاعب قرار المدير الفني الجديد لوران بلان بشأن استمراره مع الفريق الأول أو رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. موقف بلان من استمرار فيصل الغامدي. كشفت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي بدأ في دراسة ملف الغامدي إلى جانب عدد من اللاعبين العائدين والمعارين لتحديد احتياجات الفريق بشكل دقيق. وأكد الإعلامي الرياضي صالح الأحمد عبر حسابه في منصة إكس أن المدرب لوران بلان حريص على استمرار فيصل الغامدي ضمن قائمة الفريق في الموسم المقبل، ويسعى نادي الاتحاد لبناء فريق أكثر استقرارا تحت قيادة بلان وسط توجه لتثبيت عدد من العناصر المحلية. ومن المتوقع أن تتضح الصورة النهائية لمصير الغامدي خلال معسكر الفريق الخارجي. وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لخوض منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، حيث يلتقي في نصف النهائي مع النصر. وصلنا لنهاية حلقتنا، لكن عشق النصر ما له نهاية. تابعنا دايما علشان توصلك الأخبار أول بأول من قلب الحدث ولعيون العالميين. واذكر دايما، النصر مو بس فريق، النصر قصة فخر، مجد وتاريخ ما يتكرر. خلكم معنا، لأن القادم أعظم والعالمي دايما في القمة.